ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ يلا نرسم الصليب مع بعض. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهاردة هنتكلم عن بنت قوية جدا جدا وكانت شجاعة ومش بتخاف، هي القديسة مارينا. هي أميرة الشهيدات. كانت بنوتة صغيرة وعندها 5 سنين، وباباها ومامتها كانوا بيعبدوا الأصنام، وبعد كده مامتها ماتت، وكانت مارينا في الوقت ده عندها 5 سنين، وكانوا عايشين في بلد اسمها أنطاكيا. وباباها ما كانش عارف يقعد مع مارينا في الوقت ده عشان كان مشغول. الناس قالوا له هات لها مربية، وفعلا جاب لها مربية، وبدأت المربية دي تعلمها تعليم عن المسيحية، وكانت بتحكي لها دايما عن القديسين عشان المربية دي يا صحابي كانت مسيحية. فعرفت مارينا كلام حلو خالص عن ربنا من المربية. وبعد كده مارينا كبرت، واللي شافها كان الوالي الشرير، وأعجب بمارينا جدا لأنها كانت جميلة. ومارينا في الوقت ده اتعرضت لمغريات كتيرة خالص، لأن الوالي فضل يتكلم معاها كتير إنه عايز يتجوزها، وهي رفضت. وعشان هي رفضت فضل يعذبها عذابات كتيرة خالص خالص وصعبة قوي. ولما كان الوالي بيعذبها وبيحطها بعد كده في السجن، كان دايما الملاك بيظهر لمارينا وبيشفيها. وكمان القديسة مارينا غلبت الشيطان يا أصحابي، عشان كده بنقول على القديسة مارينا القديسة القوية قاهرة الشيطان. وبعد ما اتعذبت عذابات كتيرة محدش قدر يقنعها إنها ترجع عن إيمانها بربنا أو حتى إنها تعبد الأصنام، والوالي قطع راسها. واستشهدت مارينا يوم 23 أبيب. يا ريت يا صحابي نتعلم كلنا من قديسة مارينا الجميلة الشجاعة، وإننا ما نخافش أبدا. الآية كونوا قديسين لأني أنا قدوس. الشاهد رسالة بطرس الأولى 1:16. يا أصحابي يلا اعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من أصحابكم، وكمان تابعوني، أنا على طول هنزل لكم قصص جديدة ومختلفة. نتقابل في قصة جديدة. باي باي.